المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته، حيث وجه الفريق اليوم حصة تدريبية ما قبل الأخيرة قبل التوجه إلى وغادوغو لملاقاة المنتخب المالي. الناخب الوطني وفي ندوة صحفية اليوم أكد جاهزية الفريق لموعد الأحد القادم. عبد الرزاق رمضان. الحصة التدريبية كانت بحضور كل اللاعبين ما عدا عدلان قديور المصاب الذي ركن للراحة على أمل العودة غدا إلى جو التدريبات، إضافة إلى الثنائي بالقاسم رماش ومحمد شعلالي غير المعنيين بالتوجه يوم الجمعة إلى العاصمة البوركينابية وغادوغو لمواجهة منتخب مالي. 23 لاعبا زائد لاعبين في حال الإصابة هي التشكيلة التي ستسافر إلى بوركينا فاسو. أما شعلالي ورماش فسيغادران التربص غدا. الناخب الوطني وحيد حليلوزيتش تحدث كثيرا عن منافس الجزائر منتخب مالي الذي يعتبره الأبرز رغم خسارته في المباراة الأولى أمام البنين. يملك المنتخب المالي إمكانية عالية خاصة على مستوى الفرديات التي قد تصنع الفارق في أي لحظة، على غرار سيدو كايتا أو دياباتي القوي جدا في الثنائيات والكرات العالية. في الحقيقة سيشكل المنتخب المالي خطرا محدقا بنا طيلة اللقاء. وعن التشكيلة المحتملة ومشاركة مجيد بوغرة من عدمها، لم يرد وحيد حليلوزيتش الكشف عن أي من أوراقه، إلا أنه كان متفائلا وراضيا عن مردود اللاعبين. سنحاول الاستمرار في الديناميكية الإيجابية التي حققناها مؤخرا بترسيخ ثقافة الفوز لدى اللاعبين. كل المؤشرات والإحصائيات التي أدلى بها وحيد حليلوزيتش توحي بأن المنتخب في الطريق الصحيح، إلا أن النقاط الثلاث أمام منتخب مالي تضع التشكيلة الوطنية في أحسن رواق للهيمنة على المجموعة الثامنة من تصفية كأس العالم 2014. جولة سياحية